يا مساء الجمال عليكم، وحشتوني جدا يا احلى متابعين في الدنيا. هعمل معاكم النهارده وصفه من احب الوصفات على قلبي، وهي الكريب الحلو. هعمله النهارده بالطريقه الاصليه بتاعته على الطريقه الفرنسيه، هينجح معاكم من اول مره. عجينه مظبوطه وقوام كمان مظبوط، واحلى من اللي بتاكلوه في الكافيهات الف مره. هنبدا بقى مع بعض على طول في الوصفه بتاعتنا. هتقدروا تستخدموا في الوصفه دي الخلاط او الكبه، وطبعا مفيش بيت مننا يعني ما فيهوش خلاط، فهنستخدم نستخدم بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ومعاهم 3 معالق من الزبدة اللي احنا مسيحينها. وطالما استخدمنا بيض يبقى لازم فانيليا، ويستحسن لو كانت فانيليا سايلة، بتبقى نكهتها أقوى وكمان ريحتها أفضل بكتير. معانا هنا كوباية من اللبن الدافي. اللبن مهم جدا ان هو يكون دافي، ما يكونش سخن وما يكونش بارد. هنحط كده كوباية من اللبن، وكمان عليهم كوباية من الدقيق. الدقيق انا هضيفه كده بالمعلقه، هي كوبايه بس انا هضيفها كده بالمعلقه علشان يعني ما بهدلش الدنيا حواليا ولا اوقع دقيق حواليا. فهنضيف الكوبايه كده بتاعت الدقيق على كل المكونات دي كده في الخلاط. وبعدين هنغطي بقى ونروح نضرب المكونات دي كلها ضربة كويسة كده لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعضها والدقيق كله يختفي. وهنخلص بقى وهيطلع بالقوام والشكل اللي انتوا شايفينه ده. والله من قبل ما نعمل اي حاجة ريحته تجنن. عشان كده بقول لكم استخدموا الفانيليا السايلة عشان ريحتها قوية وحلوة جدا. مهم بقى جدا ان احنا نسيب يعني عجينة الكريب دي ترتاح اقل حاجة خالص 10 دقايق. يعني يستحسن كده لو تسيبوها ربع ساعة، تغطوا عليها وتسيبوها ربع ساعة كده ترتاح، هيطلع معاكم القوام بتاعها يجنن. في طاسة بقى كده على النار بتاعتنا هتكون متوسطة. هننزل كده بمكعب زبدة صغير، وبعد كده ما يسيح يعني هنمسك منديل كده ونوزع الزبدة في الطاسة، وهننزل بكمية الكريب بتاعتنا. يعني اول كريباية كده متعارف عليها ان هي تبقاش مظبوطة قوي، بس والله هي ظبطت معايا. بس يعني كان عيبها ان هي كانت تخينة شوية. اول كده ما نلاقي العجينة اختفت كده من على الوش، هنقلبها على الناحية التانية عشان تاخد يعني التحميرة الحلوة كده من كل الجهات، وتستوي من كل الجهات. دي كانت اول واحدة معايا. شوفوا والله مظبوطة جدا، بس يعني هي كانت يعني سمكها تخين شوية بس عن اي واحدة انا عملتها بعد كده. هنقلبها كده باستمرار على كل ناحية. هننزل بقى بتاني واحدة ما بين كل كريب وكريب. ما بين كل واحدة وواحدة هندي مسحة كده من الزبدة، ونوزع بقى كده يعني في الطاسة على حجم اللي انتوا عايزين. طبعا مقاس الطاسة ده على يعني بمزاجكم. يعني الطاسة دي كانت وسط، ممكن تستخدموا مقاس اكبر. بصراحة انا مش عارفة كان مقاسها كام، نسيت ان انا اشوف مقاسها. بس هي كانت متوسطة، كان حجم الكريباية كويسة متوسط، فتقدروا تستخدموا لو عايزين الكريباية أكبر من كده. تقدروا تستخدموا طاسة أكبر أو أصغر زي ما تحبوا، بس بصراحة يعني الحجم ده كان مناسب ليا جدا. شايفين بقى جمال الكريب، ويعني ناجح من أول مرة وريحته قلب البيت حرفيا. نخلص بقى كل الكمية بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وشايفين بقى عمل معانا كوباية من الدقيق بس، عملت معانا كمية محترمة جدا هنقدر نعمل منها يعني أشكال ونكهات كتيرة قوي قوي. بجد بجد يعني لو في أي كده نفسكوا تاكلوا حاجة حلوة سريعة، تقوموا على طول تعملوا الكريب الحلو ده. هنبدأ بقى مع بعض تزيين كده للكريب. هنعمل اللي هو الشكل التقليدي اللي هو مثلث. هنعمله كده زي الكريب الحادق بالظبط، وهنحشيه نوتيلا. النوتيلا بتاعتي كانت جامده شويه عشان كانت في التلاجة. وهنحشيه بقى اي فاكهه، موز، فراوله، كيوي، اللي انتوا عايزينه. بس الكاميرا جت عند الحته دي وقعت، والله ما انا مصوره وقفت يعني، بس انا كملت وعملتها. النوع التاني بقى النوع ده يعني مشهور جدا جدا في الكافيهات، اللي هو الكريب الفوتوتشيني، او عامل زي المكرونه الفوتوتشيني اللي هو الشرايط. بيكون حلو جدا وشكله حلو قوي قوي في التقديم. هنعمل ايه؟ هنلف كده الكريب رول، وبعدين هنمسك السكينه وهنقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هيكون معانا كده شرايط حلوه جدا، عامل زي المكرونه اللي بنستخدمها كده في الوايت في المكرونه وايت صوص والحاجات الحلوه دي. هو ده الكريب بقى اللي مشهور قوي في الكافيهات. هنحطه بقى كده في طبق، وهنزينه طبعا بفاكهه. عايزه اقول لكم ان الموز بيليق مع الكريب الحلو قوي، بيبقى طعمه حلو ومميز. تقدروا طبعا تضيفوا اي نوع فاكهه انتوا حابينه. فانا اكتفيت بصراحه بالموز لان انا بحب طعمه قوي مع الكريب ده. وهنحط على الوش كده صوص من الشوكولاته. تقدروا كمان تحطوا عسل ابيض، تقدروا تحطوا
سكر بودر، يعني تفننوا بقى كده براحتكم في الصوصات. تمام. انا هنا اكتفيت كده ان انا اعمل الطبق بالبساطة دي، لانه كان طعمه حلو قوي وكان لذيذ جدا جدا بصراحة. هنيجي بقى للشكل التاني اللي احنا عملناه، زي ما قلت لكم عامل زي الكريب اللي حادق كده، بيبقى مثلثات. حشيته نوتيلا وحشيته موز وفراولة. حطيت بقى على الوش كده شوية من الصوص الشوكولاتة، وشوية من صوص الكراميل. عايزة اقول لكم ان الطعم ده فاجئني جدا. الكريب المحشي نوتيلا ده خطير يا جماعة، لازم لازم تجربوه، شكله حلو قوي قوي في التقديم وشيك جدا جدا. هعمل معاكم كمان اللي هي المكرونه اللي هي الشرايط او الكريب الفوتوتشيني. كان عندي كده بقى، انا دورت كده في التلاجة لقيت عندي صوص توت، فحطيته كده. هعمل بقى الطبق ده ميكس كده صوصات. وكمان حطيت كمان شوية من صوص الكراميل، وهحط كمان شوية من صوص الشوكولاتة. وزي ما قلت لكم يعني التزيين ده تفننوا فيه براحتكم. ممكن كمان تضيفوا نوتيلا، ممكن تضيفوا زي ما قلت لكم سكر بودر اللي هو الشكل المتعارف عليه قوي في الكافيهات. بيحشوا نوتيلا، وكمان على الوش بيرشوا شوية كده من السكر البودر، وبيحط جنبه شوية من الفاكهة. بس بصراحة عايزة اقول لكم ان طعمه حلو قوي، انت ضامنة نظافته ضامنة جودته في البيت. ريحته خطيرة، ما بياخدش اي وقت ولا اي مجهود ولا مكلف خالص. احنا لما بنروح ناكله في اي كافيه بيكون القطع فيه بمبلغ وقدره. احنا عملناه في البيت يعتبر ما فيش اي تكلفة خالص. اي صوص عندنا هيمشي الحال. شوية دقيق وبيضتين وشوية زبدة، كمان تقدروا تستغنوا عن الزبدة وتستخدموا زيت. بس الطريقة الأصلية اللي هي الفرنسية بتتعمل بالزبدة، بس مفيش مشكلة خالص لو مش متوفر عندكم الزبدة مش هتقفوا. هتبدلوا الزبدة بثلاث معالق من الزيت وهيطلع معاكم كمان حلو جدا جدا. الفانيليا السايلة لو مش متوفرة عندكم هتستخدموا فانيليا باودر، هتديكوا كمان نفس النتيجة. بس لو عندكم فانيليا سايلة هتكون افضل بكتير. انا بقول لكم كل البدايل علشان انا نفسي ان انتوا تقوموا تعملوه دلوقتي حالا، من كتر ما هو طعمه حلو جدا ومتميز. لو جالكوا ضيوف كده على فجأة وانتوا محتارين ان انتوا تاكلوهم ايه او تقدموا لهم ايه، قوموا على طول اعملوا لهم الكريب، والله ما هياخد ربع ساعة مقارنة بصراحة بالجمال اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ولا اي حاجة. هتتبسطوا جدا جدا، وكمان الضيوف بتاعتكم هتتبسط جدا، وهتكون حاجة مختلفة وهتشرفكم جدا. ما تنسوش بقى تدعولي وكمان تدعموني، ولو في اي وصفة حابين نعملها مع بعض قولولي وان شاء الله هنعملها علشان نرجع كده اقوى بكتير من الاول. وكمان ما تنسوش تشتركوا لي في القناة عشان انا بكبر بيكو، وتعملوا لي لايك وشير للفيديو ده، وتكتبوا لي تعليقات عشان تعليقاتكم بتحفزني جدا جدا. واشوفكم ان شاء الله على الف خير في حلقة جديدة ووصفة جديدة. مع الف سلامة.